عود نفسك قبل ما تبدأ أي حاجة عايز تعملها وتكون كبيرة قوي عليك وحاسس ان الدنيا جاية عليك قوي وان انت مش هتلحق تخلص، ان انت تكتب تو دو ليست وتبدأ واحدة واحدة ترتب أفكارك. حتى لو انت شايف ان انت في آخر الليل أو اليوم بتاعك خلص، اعمل تو دو ليست للكام ساعة اللي باقيين في يومك، وصدقني التاسكات اللي انت كاتبها هتخلص عشان انت رتبتها، أو على الأقل هتبدأ ان انت ترتب لليوم الجديد صح. تعالوا بقى بعد ما خلصنا الدو ليست، بعد ما كتبنا حاجات كتير قوي علينا النهارده، هقولك في اخر اليوم انا عملت ايه. عشان احنا النهارده هنتكلم عن كامب. الكامب ده هيكون بداية جديدة لينا، انطلاقة جديدة لمعرفة قدرات نفسك. الكامب كله هيتكلم عن انت ازاي تخطط لنفسك صح، ازاي معنى الانجاز بتاعك يكون معنى مرضي ومشبع لنفسيتك. فعشان كده كفاية بقى كلام كتير، وتعالوا نروح نشوف تفاصيل الكامب. السلام عليكم. بداية كده، علشان أي كامب أو أي خطة تنجح محتاج تمشي على كذا خطوة بتاعتك انت، بتعبك انت، مش بس اللي قائم على الفكرة أو المسؤول إنها تنجح هو ده اللي هينجحها وهو ده اللي هيوصلك للإنجاز اللي انت محتاجه. بداية كده من أول ما فكرت الاشتراك في الكامب أو إن انت تدخل تشوف يعني ايه الموضوع ده وايه الموضوع ده، هل ممكن فعلا يخليك تنجح؟ ده في حد ذاته دليل انك حاسس بالتقصير. وبما ان الدنيا جاية عليك قوي كده وانت حاسس ان الشخص والضمير اللي جواك صحي وبيقولك انا لسه فيا كتير عايز يخرج، مستني ايه؟ انزل تحت كده في التعليقات او في الديسكريبشن لو انت على اليوتيوب، هتلاقي لينك الكامب، ادخل عليه وهتفهم كل التفاصيل. طب بما انك متلهف تعرف ايه الدنيا، فعشان كده عايز تلحق رمضانك قبل ما يخلص وقبل ما 10 ايام يخلصوا، سواء انت اصلا كنت بتسمعني دلوقتي فعلا في يوم 20 او 21 او 22 لسه في وقت، هتخرج من الكامب ده راضي عن نفسك من حيث قربك من ربنا، قربك من عيلتك، مذاكرتك، قدرتك اللانهائية اللي اكتشفتها عن الإنتاجية. تعالوا نشوف التفاصيل بالظبط. أول حاجة محتاجاها منك في خطواتك الأولى في الكامب إن أنت تبعتلي اسمك، سنك، أنت في جامعة إيه أو أنت في مدرسة إيه أو أنت ناوي على إيه، حتى لو خريج. اكتبلي هدفك من دخول الكامب ده وعايز تخلص إيه. تحديد زمن بداية ونهاية للكمية دي، ومتابعة ومراقبة ليها دايما، ومقارنة كل خطوة بهدفك الأساسي. هو أنت كده بتقرب ولا بتبعد عن هدفك؟ تمام. نصيحة مني ليك، محدش هيخبط على بابك عشان يوصلك لحلمك، انت اللي هتخبط على كل الأبواب وكل البيوت علشان تقدر توصل للنجاح اللي انت بتتمناه. واخيرا اللينك تحت في التعليقات، ما تنساش تشترك في الكامب، تسألني عن اي تفاصيل في دماغك، هتعرف تفاصيل اكتر لما تشترك في الكامب. لو جاي متأخر عادي مفيش اي مشكلة، لكن ما تضغطش على نفسك وتزعل من نفسك. هسيب لكم لينك اليوتيوب، هسيب لكم لينك فقرتي ذهن رمضاني، متنسوش تشوفوها هنا على الجروب.